أصلي من الفلسطينيين. طيب بما أنه عنده حسن نصر الله وحزب الله كل هذه القوة وكل هذا الجبروت وكل هذا، لماذا؟ هذا سؤاله مش سؤالي، أنا ما لي علاقة. ماشي. قال في 2009 عندما أطلقت صواريخ من داخل لبنان على شمال إسرائيل، قام حزب الله بقيادة حسن نصر الله ووصف الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل بالصواريخ المشبوهة. مش كلامي، كلامه. السؤال الآخر، نصر الله يقول الآن هذه المنطقة ستحررها أو سيحررها الأسود والأبطال. طيب بما أنه ستحررها الأسود والأبطال، وين حيفا وحيفا؟ دقيقة. بدي أسألك. والسؤال الآخر اللي سألوني يا السوريين كثير، كيف تريد منا أن نصدقك يا حسن نصر الله إذا كان جنودك يقتلون السوريين في حمص وجاي تقول لي بدي دافع عن فلسطين؟ كيف؟ ما هذا المقاومجي الذي يقتل في مكان ويدافع في مكان؟ دليلك كذب. دليلك كذب. دليلك أنا أقول هذا الكلام إذا لم تعطيني عليه دليل واحد. دليل واحد فقط، أرني واحد يا سيدي. دقيقة. الذين يطلبون دليلا على مشاركة حزب الله في قتل السوريين كالذين يطلبون أنه هل الشمس تشرق من الشرق؟ لا دقيقة يا زلمة. يا أخي خليني أعطيك صورة. طول بالك. أنت تتحدث عن رجل قاتل إسرائيل وأطلق صواريخ. طيب أين صواريخه الآن؟ طول بالك. غزة تحترق. ليش ما وين صواريخ هيفا؟ يا أخي طول. هيفا وما بعد هيفا عند الخليجيين، عند الرقاصة. يا زلمة بتعرف وين هيفا كانت؟ ما أقول لك شغلة. هيفا يا أخي تعرف مع مين كانت يا أخي خلينا نوضح للسادة المشاهدين. مو بدك توضح؟ هيفا عفوا. هيفا أنا عم تطلع. لا هيفا بالخليج. وهيفا مكان وين صواريخ هيفا؟ يا أخي خلينا نحكي. وين؟ خلينا نقدم لا بدي أسألك وين صواريخ؟ هنقول لك وين. طيب غزة عندما أطلق حسن نصر الله الصواريخ على إسرائيل كسرت 4 شبابيك. 4 شبابيك كسرت يا زلمة. يا رجل اتق الله يا رجل. 33 يوم حزب الله. طيب أنا بدي أسألك سؤال. شو ضل من لبنان؟ أخي أنا بدي أسألك سؤال. شو ضل من لبنان؟ 33 يوم نصر الله يقاتل إسرائيل، ليش ما حكيت على مرسي الدولة الكبيرة مصر؟ حكينا ونص. ليش ما حكيت عن دجال؟ ألف مرة حكينا الذي حضر إلى